اهم الطرق اللي تخليه يندم ندم عمره عليكي، وتخليه يعمل المستحيل عشان يرجعلك ويتذل كده، يتذل عشان انت ترضي عليه وترجعيه. اتبعي معايا الطرق دي وادعيلي. اول حاجة تعمليها في الطرق دي ترجعيه غريب زي ما كان. يعني ايه يا امان؟ زي ما كان في الاول، قبل ما تتعرفي عليه، قبل ما تحبيه، قبل ما تشوفي ان مفيش غيره، قبل كل ده ترجعيه زي الاول. انت ولا حاجة، انت زيك زي اي حد بشوفه في الشارع، صباح الخير صباح النور. انت مش زي الاول. فاول حاجة تلعبي عليها ان انت تشيلوا منه الصلاحية اللي كنت مديها له وترجعيه غريب زي ما كان. لو انت فعلا عايزاه يندم عليكي، لو انت فعلا عايزاه يرجع زي الكلب ويتحايل عليكي، لو انت فعلا عايزاه يفضل ندمان بقية حياته عليكي، كلميه رسمي، اتنكي عليه. اه طبعا احنا اي دونت هاف تايم يا حبيبتي، واخده بالك؟ اتنكي عليه من هنا لحد بكره رسمي. ازيك؟ كويسه. وانت عامل ايه؟ واختك عامله ايه؟ وجوز امك عامل ايه؟ بلاش منها. طيب انت وحشتيني. ايموشن، عارفه الايموشن البارد اللي بيبقى مبتسم كده ده؟ فاضيه نتقابل؟ لا مش فاضيه. بتعملي ايه؟ قاعده على المعاملة بالمثل، كأنك بصي مش مستنية منه اي حاجة. ازيك؟ كويسة. عاملة ايه؟ كويسة. مفيش وانت. لازم تبقى المعاملة رسمية زيادة عن اللزوم، اللي هو انا رجعتك غريب وبعاملك رسمي، مفيش بيني وبينك عشم، ولا في بيني وبينك كلام زيادة عن اللزوم. طيب ايه الحاجة التالتة ايمان غير اني انا يعني اكلمه رسمي وان انا اتجاهله، او ان انا ابقى شخص اشيل منه صلاحية وارجعه غريب زي الاول؟ ايه الحاجة التالتة اللي ممكن اعملها معاه؟ اشيل منه الصلاحية اللي انا كنت مديها له. طب ايه الصلاحية اللي كنت مديها له يا امان؟ ايا كان كنت بهتم بيه هبطل، كنت بظهر اهتمامي وحبي ليه هبطل، كنت دايما استنى مسجات منه هبطل. كل حاجة انت كنت مديها له او حطها في حسبانك او شايفة ان هو جدير بيها، كل ده هسحب هسحب هسحب. عارفة انت لما الام بتحب تربي عيلها فتسحب منه اللعبة اللي بيحبها، الموبايل، التابلت، الكلام ده؟ انت هتعملي كده بالظبط، هتسحبي كل حاجة انت مديها له. لو انت عملتي الثلاث طرق دول ومشيتي عليهم زي ما انا بقول، اقسم لك بالله لو ما رجع تعالي قولي ان المحتوى بتاعي في الزبالة وان انا ما بفهمش حاجة وطلع اهبد. بس اعملي الثلاث طرق دول زي ما انا قلت وشيروا الفيديو.